السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. فاليوم إن شاء الله كما كتشوفوا من العنوان غنشارك معكم 4 سلطات صحية لمائدة الإفطار لرمضان إن شاء الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله يا ربي. فكما كتشوفوا هنا غادي إن شاء الله نشارك معكم 4 ديال الوصفات صحية ومشكلة. فأول حاجة بديت التحضيرات ديال العدس درتو يتسلق مع شوية ديال الملحة وواحد القطيرة ديال الزيت. فتشوفوا هنايا درت واحد البيضة حتى هي تسلق. كذلك غادي نديرو المقرونية أو لي بات في واحد الماء مغلي، ضفنا ليه شوية ديال الملحة وشوية ديال الزيت. وبالنسبة للشكل ديال المقرونية فاستعملوا اللي بغيتو. فهنا كذلك درنا البطاطا مسلوقة اللي مقطعة مكعبات، غنضيفو ليها شوية ديال الملحة وغنخليوها حتى طيب، ما طيبش بزاف حتى تهرى، المهم تكون شادة راسها. هنايا غادي ندوزو باش نديرو البروكولي. فانايا غليت الماء من قبل ومن بعد عاد ضفت هاد البروكولي مع شوية ديال المليحة، خليوه يتسلق من 10 دقائق حتى لربع ساعة وصافي. وغادي نصفيوه ونديروه في واحد الماء بارد ونصفيوه عاوتاني. بالنسبة للسلطة الأولى فكما كتشوفوا غادي نحتاجو الجزر اللي غسلناه وهنايا مقشر ومبشور في هكا طويل. كذلك عندنا الكرم أو الملفوف اللي قطعناه قطع رقاق، الخس كذلك شوية ديال الثوم، وعندنا الخيار اللي مغسول ومقطع على هاد الشكل هذا. فكتبقى هذه هي السلطة كما كتشوفوا ساهلة ومنعشة، كتجي لذيذة بزاف. فمن بعد غادي نحضر معكم الصلصة اللي كنرافقوها مع هاد السلطة. اما بالنسبة للسلطة الثانية فغادي نحتاجو هنايا واحد الكمية ديال العدس اللي منقي ومغسول، ومن الأحسن ترقدوه في الماء من قبل، وغادي نسلقوه في واحد الماء مغلي مع شوية ديال المليحة وشوية ديال الزيت وواحد القطيرة. غادي نحتاجو واحد شوية ديال الفلفلة مقطعة خضراء وفلفلة حمرا مقطعة حتى هي طريفات صغيورين والخيار. وهنايا عندي مطيشة أو طماطم حتى هما مقطعين قطع صغيورين. هنايا غادي ندوزو للسلطة الثالثة اللي غادي نحتاجو فيها البطاطس اللي مقطعة مكعبات على هاد الشكل هذا، بصيلة مقطعة صغيرة رقيقة، شوية ديال الطون، وعندي هنايا البيض مسلوق. ديروا الكمية اللي بغيتو. بالنسبة للسلطة الرابعة فهنا غنحتاجو البروكولي اللي سلقناه من قبل. عندي هنايا الجزر المبشور هكايا طويل، شوية ديال التونة، وعندي هنايا البصل والمقرونية أو لي بات اللي سلقناهم من قبل. فغندوزو نحضرو لا ماريناد ديال هاد لا سالاد. فغنحتاجو واحد شوية ديال البزار، عندي هنا كذلك الخل، بإمكانكم تعوضوا الخل بالحامض إلا متوفر عندكم، وغنضيفو زيت الزيتون كذلك والقليل من الملح حسب الذوق. بطبيعة الحال بإمكانكم تستعملوا حتى المايونيز لهاد السلطات، تيبقى على حساب الذوق ديال الشخص وصافي. فغنحرك مزيان هاد المكونات، ومن الأحسن أنكم ديروها في واحد القريعة وتسدوا عليها وتحركوها مزيان ديك القريعة، ومن بعد نستعملوها فوق هاد السلطات. فهنايا تنروي هاد السلطات هاد الصلصة اللي عندي. بإمكانكم تخلطوهم ولا تخليوهم هكذا كل حاجة بوحدها. هنايا أنا ضفت شوية المايونيز ومن بعد غادي نخلطها. هنايا غادي ندوزو السلطة ديال البطاطس. غادي ناخدو كمية ديالها وغادي نوضعوها في واحد الإناء باش غادي نخلطو هاد المكونات مع بعض. كما كتشوفوا هاد السلطة كتجي بنينة بزاف، وخصوصا كيحماقوا عليها الوليدات الصغار.
فنحاول نقطع شوية طريفات صغار البيض وهذيك الطون اللي عندي. فأنا غادي نضيف ليها شوية ديال المايونيز لأن الوليدات كيعجبهم المايونيز، فغادي نضيف القليل من المايونيز ونخلط مع بعض. كذلك غادي نضيف هاد لا ماريناد اللي حضرنا مع بعض. بإمكانكم تكتفيو غير بها بلا مايونيز. صافي وغادي نخلط الكل جيدا. بإمكانكم تضيفوا حتى المايس أو الذرة المعلبة. هنايا ضفت شوية ديال البقدونس أو المعدنوس. نحرك مزيان هاد المكونات ونقدموها بالصحة والراحة، فهي كتجي بنينة بزاف. بإمكانكم تستغناو على البصلة لأن غيكون رمضان، كاين ناس اللي ما كيديروهاش. فكما كتشوفوا أنا ما خلطتش السلطات كاملين، خلطت فقط اللي غادي يتكالوا، واللي ما غيتكالوش غادي نديرهم نغطيهم بالسلوفان ونوضعهم في الثلاجة حتى نحتاجهم، وغادي ندير ليهم الصلصة ديالهم. فكما كتشوفوا كانوا سلطات منعشين وغنيين بالفيتامينات، خصوصا في رمضان فاحنا كنستهلكوا بزاف السكريات فلما لا اننا نحضروا سلطات هكا مشكلين في المائدة ديالنا. وان شاء الله نتمنى يعجبوكم وتاخذوا افكار. بعد مرات كتكون عندنا هاد الافكار وكنساوهم. فنتمنى يعجبوكم. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله تحضروا هاد السلطات وتفكروني. فرمضان مبارك سعيد ان شاء الله، الله يدخلوا لينا بالصحة والسلامة وطول العمر يا ربي. الى اللقاء.